السلام عليكم. الممبار معاكم ما بيتظبطش خالص، بيبقى طري كده وكمان لما بتيجوا تسلقوه ساعات بيفرقع ويبهدل الدنيا. طب انتوا عايزينه من بره يبقى مقرمش والخلطه من جوه كده جباره حلوه جدا ولونها وردي كده وقمر. تعالوا اقول لكم على اسهل طريقه واظبط طريقه احلى من بتاع المحلات كمان، ويلا بينا. اول حاجه على درجه حراره عاليه هجيب حوالي 3 4 معالق زيت في حله وعليهم بصلايه متقطعه رفيعه. انا بس هدبلها مش هديها لون خالص. وعلشان بقى يطلع محمر كده زي ما انتوا شايفين في الخلطه دي، لازم تعملوا حاجه مهمه جدا. بصراحة يعني ما باحبش أعملها في كل الأكلات، بس في الممبار باعملها. باحط معلقتين صلصة وعليهم نُص معلقة من السكر عشان تعادل الحموضة اللي موجودة في الصلصة، وأفضل كده أقلِّب فيها حوالي دقيقة والّا حاجة عشان أطلّع أي مادة حافظة موجودة فيها. بعد كده هاكون محضّرة حوالي كيلو إلا ربع من الطماطم المعصورة وهاصفّيها زي ما أنتم شايفين، وضروري باصفّيها يا جماعة علشان البذر والقشر اللي موجودين جوّه الطماطم مُتعبين جدًا في الهضم وما لهمش أي فوايد، فخلاص زي أهالينا كده بتوع زمان لمّا كانوا بيرموا البذر والقشر. بعد كده بقى سِبتها تتسبِّك على درجة حرارة متوسطة أو أقل شوية، هتاخد مثلًا تِلت ساعة والّا حاجة. وبعد كده أحُط التوابل اللي هي معلقة فلفل أسود، نُص معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، وبعدين معلقة ملح وشطة حسب الرغبة. بعد كده هاكون غاسلة كوبايتين رز مصري ومصفياهم وحطاهم بقى على الخلطة دي واديها تقليبتين 3، واكون محضرة كمان حوالي كوباية ونص من الخضرة شبت وبقدونس وكزبرة، بس بعد ما اطفي بقى درجة الحرارة خالص. بعد كده بقى هشيل الرز واسيب الحلة من غير ما اغسلها، احط فيها مية ونص معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسود واسيبها تغلي على محشي الممبار. طبعا انا بجيب الممبار متنضف جاهز من عند الجزار الصراحة، وبعد كده بنقعه بقى في شوية دقيق وشوية ملح واقعد اغسل فيه كويس قوي واقلبه الناحية التانية وبرضه اعمل كده. وبعد كده بقى اشطفه كويس واقطعه زي ما انتم شايفين كده، وبقيس على كل حتة المقاس اللي انا عايزاه بالظبط عشان كله يبقى تقريبا متساوي، وامسكه زي ما انتم شايفين كده وابدا احشي. بس اهم حاجه ما تملوهوش على الاخر، شايفين انتوا لازم لما تيجوا تبططوا كده الممباره زي هتشوفوها دلوقتي هتحسوا ان هي رفيعه، علشان لو مليتوها اكتر من كده ممكن تفرقع في الميه. بعد كده بقى خلاص الميه غليت، احط بقى الممبار وانتوا ماسكينه من الطرفين زي ما انتوا شايفين بعمل كده بالظبط. واول ما ياخد غلوه اهدي عليه خالص درجه الحراره واسيبه حوالي نص ساعه بالظبط، واطلعه بعد كده بقى مش قادره اقول لكم حلو قد ايه. بس اهم حاجه لما تيجوا تطلعوه تطلعوه في مصفى وتسيبوه لحد ما يبرد علشان ما يطراش لما تيجوا تحمروه. بعد كده بقى شويه زيت كده وحمروه من كل النواحي، مش قادره اقول لكم حلو قد ايه. واول ما يخرج ويتحط كده في الطبق لازم ترش عليه شويه ملح وفلفل علشان يبقى مقرمش. ودي يا جماعة الطريقة اللي أنا بافضّلها، اللي هي المتسبِّكة يعني. في ناس ما بيحبّوش الممبار يسبّكوا له يعني زي المحشي كده، بس أنا بصراحة باحب الطريقة دي وباحس إن طعمها أحلى بالنسبة لي، والناس طبعًا أذواق، لو أنتم عايزينها ني في ني اعملوها. وبرضه في مرّة تانية إن شاء الله هابقى أجرّبها معاكم علشان تشوفوا كل التريكات بتاعتها، بس عايزة بس أقول لكم كام ملحوظة كده. ما تملوش الممبار جامد علشان أثناء السليق ما يفرقعش، لازم تحطّوا معلقتين الصلصة عشان يبقى من جوّه كده لونه حلو، وطبعًا لازم تقلّبوا الرز مع الخلطة تقليبتين 3 عشان الرز من جوّه يبقى مفلفل، ولازم الممبار يبرد بعد السلق قبل التحمير، وترشّوا كمان شوية ملح وفلفل كده، وبألف هنا وشفا.